مساء الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية السردين البلدي دي. جميلة جدا، هنعملها بطريقة سهلة، يعني أكلة خفيفة. مش تقفي في المطبخ كتير. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. وهو السردين بتاعي، هنعمل صينية سردين جميلة جدا، انا عن نفسي بحبها. التتبيلة، اول تتبيله معايا كمون، ملح، هريسه شطه، توم مفروم مفرز، ليمون. واهم حاجه في الوصفه دي كمان الشطه والكمون والليمون، زي اي سمك. اول حاجه هعملها الليمونه بتاعتي دي كده اهو، هعصرها. طبعا هحتاج ليمون لما اجي اعمل الصينيه واتبله كله، واحتاج الليمونه دي برضو معاها زي ما انت شايفه كده اهو. وابتدي اقلب كله مع بعضه. ممكن تلبسي جلافز، ممكن اي حاجه. وهو قلبت كله مع بعضه، وطبعا السردين مصفياه وغسلاه كويس قوي وصفيته. ابتدي بقى احط كله بالشكل دوت. زي ما انت شايفه، عايزه اغلف السمك كله بالخلطه بتاعتي دي. اسيبها بقى في التتبيله دي شويه، طبعا وعصر الليمون. زي ما قلت لك اهم حاجه فيها الليمون. اسيبها بقى شويه عقبالك ما اعمل الفرشه، بقيه التتبيله اللي حطاها في الصينيه. اسيبها شويه ونرجع مع بعض نكمل هنعمل ايه. وهي الحاجه اللي هحطها من تحت بصلايه على طماطميه على فلفل، وانزلهم بالشكل دوت عشوائي كده اهو، مش رصه معينه. وابتدي اجيب السمك بتاعي اهو بعد ما تبلته كويس. هبتدي بقى ارصه بالشكل دوت. كله بالشكل دوت ارصه. طبعا التتبيله اقل حاجه في التتبيله ساعه. كل ما تبلتيه كويس كل ما هتلاقي طعمه اجمل. كده هرص كله بالشكل دوت وارجع تاني معاكم. وهو بعد ما رصيتها بالشكل الجميل دوت، هبتدي بقى هبتدي معايا دي التتبيله ملح وكزبره ناشفه. هي التتبيله اللي انا تبلت بيها السمك، بس بالاضافه بزود ليمون وخل وزيت. احطها بالشكل دوت. طبعا يكون الفرن بتاعتي السمك لازم تكون النار عاليه عشان ما يتمصش مني. وابتدي برضه احط نفس التتبيله اللي حطيتها في الاول كده، ارصها كده اهو، يجي معايا شكل جميل. اي رصه زي ما قلت لك حسب ما تحبي بقى. نفس الحكايه الفلفل. اكون مولعه الفرن زي ما قلت لكم، احطها ونرجع بعد ما تستوي هوريكم شكلها هيبقى ازاي. وهي بعد ما طلعت من الفرن السوا بتاعها جميل زي ما انت شايفه، ناشفه كده اهوت وجميله. طريقتها سهله خالص. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.